في 14 من نوفمبر عام 2012 الساعة 9 صباحا دقت دقائق، وفي وقت لاحق سيتم صدور حالة طوارئ في المدينة من أعظم المآسي التي شاهدتها البلاد. معكم عبد العظيم راوي. قصص اليوم سنذهب بعوده بالزمن. الحادثة حدثت قبل 13 سنة ولكن ما مضى فيها مرعب. هذه أصبحت شائعة بشكل متزايد. هو نتحدث عن أسوأ حالة شهدتها أمريكا. آدم بيتر لانزا ابن بيتر. لقد ولد لانزا في عام 992. كان لديه أخ أكبر منه اسمه ريان. هذا الأخ كان قريبا جدا منه. كان طفل وكان والديه يدركون أن ابنهم يتطور بشكل مختلف إلى حد ما مقارنه بالأطفال لي في نفس عمره، لذا نطق بكلماته الأولى فقط في الثالثه من عمره، واستمر بشكل رائع وصعوبه في التواصل بخلاف زملائه. وأخذ بيتر ابنه لاستشارة طبيب نفسي ليقوم بتشخيص حاله. آدم الذي كان يعاني، وبدات هنا بصمات شخصيته تبين درجه. والأخرى على سبيل المثال، كان آدم متحمس للأسلحة، وما أدت إليه أخذ دروس الرماية وجمع أسلحة النار. من هذا لا يزال يتصرف طفل متوسط في معظم أنحاء العالم. الوقت الذي ذهب فيه آدم وأخيه أقضى ساعات لعب لعبه ليجو المشهور. كان يلعب مع أخوه في طابق السفلي، وقد اخترع كل منهما قصة وبنوا أحد المدن. كل أخ بنى مدينة. ولكن في خريف عام 2002 عندما كان آدم في 10 من عمره التحق بمدرسة ساندي هوك. قصة يرونها بعض أفراد عائلته بأن آدم كان يعاني من التنمر من خلال الفترة التي كان يدرس فيها، وكان يشعر بالياس. أدرك والديه ذلك عندما بدأ فيه يعود إلى المنزل مع إصابات في جسمه. بعد قليل من المحاولات كان آدم يشكي للإدارة، وأيضا والديه يشتكوا باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المدرسة، فتجاهلوه. والهجمات التي تعرض لها آدم في الثاني من عمره منذ سنوات كان يعاني من قلق اجتماعي الذي جعله غير قادر على الاتصال بالآخرين. أثر العديد من المجالات الأخرى في حياته. على سبيل المثال لم يستطع حتى النوم بشكل جيد بسبب التوتر. مرت خلال هالأشهر إلى أن اكتمل عمره 3. قرر والداه أنه الوقت المناسب لبداء العلاج، وبعد ذلك تم تشخيصه بالاضطراب الوسواس القهري. ونفس الطبيب الذي أعطاه هذا التشخيص ذكر أيضا أنه ربما كانوا قلقين كثيرا مع الطريقة التي يدرس بها، وليس اهتمام وثق للمهارات الاجتماعية. وأدد الصبي آدم حتى جعل العلاج يستمر مع كل من الطبيب النفسي مع كمية مع الدواء، ولكن بعض الوقت أنه قرر يوقف الدواء وسينتهي به الأمر. الاختيار وبالتأكيد منطقيا هذا ليس منطقي أن تترك العلاج وفكره إنها ليست فكرة. عندما انتقل ريان أخوه الكبير لأنزا، هذا أخوه الكبير ريان، انتقل إلى محافظة أخرى وأكمل دراسته هناك وتخرج من الجامعة. ولم يقرر فجأة وأنه سوف يقطع جميع أنواع الاتصال مع أخوه ووالديه من دون المزيد من التفاصيل. الأم على الرغم من كونها مثيرة كانت عدم الاهتمام في التربية بالطريقة الصحيحة. لعبت دور كبيرا في إسقاط الصحة العقلية للابن وتتركه في اتخاذ الكثير من القرارات لوحده كالرقص. وكان دائما يحب الكتابة بشكل رئيسي حول المواقف التي مر بها في حياته اليومية. على سبيل المثال في النص الذي كان فيه يقول: كان سعيد في السفر مع عائلته، إن الهامستر التي تلقاه كهدية في الأونة الأخيرة كانت خلالها نصوص. وكما أن آدم أبلغ عما يشعر به، قال عن المدرسة وزملائه: لم يتمكن من تقديم الأنشطة في الوقت المحدد، وهذا هو السبب معلمي. لقد أصيبوا بخيبة أمل لأنه كتب كتاب أيضا اللي تعلم به بشكل أبطن بكثير من أقرانه. الزملاء اللي لا يستطيعون فهم بطريقه التي تدرسها المدرسة أو بطريقه أخرى. قام آدم بإنشاء قائمة من الأسباب التي لا تنبغي عليه أن يأكل الطعام لأنه لا يريد الزيادة في الوزن. على سبيل المثال قال: هناك ناس نحف رشقون أنهم يكونون قادرون على المشي في الثلج واو بدون الثلج. في السنة 5 كتب كتاب مع زميل واسماه كتاب الجدة، يحتوي على 52 صفحة بهذا الشكل. يحكي الكتاب: ارتكبت الجدة مذبحه في النادي التي تم إنشاؤها بنفسها، وبالإضافة إلى ذلك شخصيه تدعى دورة تحكي كيف يجب إيذاء الأطفال في 7 من عمره. وفي العام الذي بدأ فيه عرض مهاراته في الصف مشاهد العنف في مقالات المدرسة خلال هذه الفترة، وصفه المعلمون بأنه صبي ذكي للغاية ولكنه خطير. المشاكل المعادية للمجتمع، كل هذه أوضحت النصوص مدى غضبه وكل هوسه. بدأ يتطور وبدأ يومها الذهاب إلى المنتديات على الإنترنت
يبحث عن العلاقة بين البالغين والقاصرين. صبي يبلغ من العمر 10 سنوات بدأ في إقامة علاقة مع رجل يبلغ 30 عام في منتدى، والذي يكره المتحرشين بالأطفال. في نفس الوقت العلاقات الجنسية بين البالغين والأطفال كانت داخل المنتدى، لأن آدم بدأ يتحدث مع أشخاص آخرين. والغريب في الأمر أنه لم يكن يفعل هذا في الحياة الواقعية، لأن كان انطوائي، لأن بسبب التنمر الذي كان يتعرض له ما كان يخالط كثيرة الناس أو يتحدث مع الناس، كان منعزلا تقريبا. ومن خلال الحديث كان قادرا على الغوص في عالم الجريمة الحقيقي للمزيد من عمليات إطلاق النار الجماعية على وجه التحديد وإفعاله، التي شملت الجرائم التي يرجع تاريخها من 1786 إلى 2012. عندما كان هناك بالفعل كان عمره 20 عاما. كانت هناك محاولة للإبلاغ عن آدم للشرطة في عام 2008. كان رجلا يزعم أنه سمع يقول أنه لديه بندقية في المنزل وخطة لقتل أمه والقيام بمذبحة في المدرسة هنا، لكن الضباط لم يأخذوا هذا التقرير على محمل الجد. يعني ما عندهم أي دليل. كيف يعرفوا أنه الطفل راح يسويها؟ قالوا أنه مستحيل يعملها. ربما كانت هذه فرصة لمنع ما كان سوف يحدث بعد 4 سنوات القادمة. في يوم 11 من ديسمبر عام 2012 اتصل آدم إلى أمه وقال لها يريد السفر معها على أمل أن يخرج من أمام عالم الكمبيوتر، لكنها رفضت ولم تكن تريد ذلك، وانتهى به الأمر أنها سافرت لوحدها بعد أيام. عادت بعد تعب واستلقت للنوم، لم يكن لديها أي فكرة، ولكن ابنها كان لديه استخدامات هذه الأيام الثلاثة وحدها كافية لتنظيم تنفيذ مذبحه. في الصباح يوم 14 من ديسمبر عام 2012 حوالي الساعة 9 صباحا دخل آدم وجدها مستلقية على السرير، فأطلق النار عليها 4 مرات في رأسها هيد شوت، وبعد ذلك ذهب مباشرة أخذ بندقية ومسدسين بالإضافة إلى الذخيرة، وارتدى ملابس سوداء ونظارات شمسية. بعدما خلص على والدته توجه إلى المدرسة. كسر آدم لوح الزجاج اللي كان بجوار أبواب المدخل ودخل بأداة الخطة. عندما دخل آدم وجها لوجه من الطلقات التي تتردد الأصوات في الممرات من خلال الغرف، التي جعلت الآخرين في حالة تأهب. بدأوا في الاختباء في الخزانات وقفل الأبواب مع ذلك، ثم دخل أحدهم للفصول الدراسية هنا. دخل آدم ضرب المعلم و14 آخرين بالرصاص، وعند مغادرة هذه الغرفة دخل في مكان آخر التقى بالمعلم والطلاب مختبئين في داخل خزانة. حاول التحدث معه المعلم لصرف انتباهه، لكنه لم يستطيع إجابة آدم. جيد، أنت هنا. وفي التالي أطلق النار عليهم. Hook School. Okay, what makes you think that? Because somebody's got a gun. I saw a glimpse of somebody. They're running down the hallway. Okay. They're still running. They're still shooting. Sandy Hook School, please. وكانت حاله الطوارئ. كانت قادمه إلى المدرسة. وصلوا حوالي 9:35 صباحا. عندما وصلت الشرطة إلى المكان الحادث تم إخلاء المدرسة وإغلاقها. وأول الضباط عندما دخلوا مكان الحادث رأى شخص يرتدي ملابس داكنة لمحه، لكنهم لم يحددوا إذا هو. ولكن بعد ثواني فقط بعد سماع صوت طلق ناري وتتبع تلك الأصوات وجدوه آدم لانزا. في هذه الأثناء اندخلت الشرطة المبنى بهدوء وذهبوا إلى أحد الفصول الدراسية، وهنا أدار آدم البندقية على نفسه وأطلق النار على نفسه. لقد سقط بالقرب من غرفه المعلم أكبر مذبحه في البلاد. وأما المصابون أتت الإسعاف وأخذوهم إلى المستشفى، ولكن 2 منهم انتهى بهم الموت في نفس اليوم. يعني قالوا هذا هو المسؤول عن الجنة. وفي تلك اللحظة حتى أن تمكنوا من التراجع، وكانت 2 هذه في بيت آدم. تم العثور على جميع الأسلحة الأخرى، وثبت أنها تنتمي إلى والدته. في أقل من 5 دقائق أوقع بأكثر من 20 ضحية، الأطفال و6 بالغين من بين المعلمين. عمل مجزرة السبب وراء كل هذا. هم كانوا والديه هم السبب، وأيضا الأطفال اللي كانوا عم يتنمر عليه والأدارة. هذو 3 أسباب، ورابعا كان عنده اضطرابات شخصية وعنده أمراض نفسية. هذا الشخص إنه في أسباب خلته يفعل كذا. هذا فكرني في كوستا الطفل. كوستا راح أعمل لكم فيديو، أخبروني في التعليقات. وهذه رسالة، فكر مرتين بأن الابن حيكون لديه اتخاذ الكثير من الأشياء الخاطئة إذا ما لم تتم تربيته وإرشاده، لأن الواقع يؤثر عليه، والمواقع أيضا لها تأثير على عقله لأنه يتأثر بالبيئة المحيطة به. أسأل الله العفو والعافية والهداية والثبات. اللهم عنا على ذكرك ربنا، لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب ربنا، إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، أن الله لا يخلف الميعاد. إذا كنت قد وصلت إلى هنا شكرا على وقتك الثمين، وصلي على الحبيب، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.